انا العبس ولاك اليوم لقطة. في واحد من متابعينا عامل لي منشن عن الفيديو ده، بيقول لي بص كده على عدد الكيلات فوق لما العبس هيوقع الواد من سكول لبوشينكي بالكروسبو. بص من غير كلام كتير، لايك و3 اكسبلور لاخوك وما تنساش الفولو، ويلا بينا نحلل الفيديو ده. سكول البوشنكي بسلاح القوس. هو في حد سمع اللي انا سمعته ده بيقول هيجيب واحد من سكول لبوشينكي بكروسبو. بص كده على عدد الكيلات فوق، هيمال الاتنين اللي جنب الواحد ديت معموله كده ليه؟ ومتبقي 22، في 2 هو اللي عملها، واحده فيك والتانية حقيقيه. واللقطه اللي يعملها ديت اصلا على واحد اسمه زيكو، واحد صاحبه اصلا ومعاه في الكلام. فدي كانت اول حاجه في الفيديو. تعال كده نشوف على اللقطه التانية ونحكمها برضه. عينك علقة وعينك. ركزوا لي كده فوق على عدد الكيلات، كان معاه 21 كيل، واللي موجود في الجيم اللي هو المونتاج اللي هو عامله متبقي 22 ومعاه 21 كيل زي ما هو عامل كده. اول ما يوقع الواد نوك هتلاقي معاه 31 كيل. طب ازاي دي؟ تعال بس كده بنشوف كده. تاني حاجة، هو ايه صوت الهيدشوتات دي كلها؟ ده انت لو ضارب بسلاح ام بياخد 3 هيدشوت وبيقع، اما انت ضارب بكروسبو يعتبر طلقة واحدة بتوقع الواد نوك. ايه صوت الهيدشوتات دي اول حاجة هو مركبها. تاني حاجة الكيل مسج غريبة، انت موقع مثلا واحد من سكول لبوشينكي زي ما انت ما بتقول، يا عم هنعتبرها حقيقة. طب فين المسافة اللي جنب كلمة عبس؟ فين المسافة؟ وكان معاه 21 كيل، عاد معاه 31 والمتبقي بقى 0-2. طب ازاي دي يا جدعان؟ ازاي متبقي 0-2؟ انا نفسي افهم، حد يكتب لي في الكومنتات بسرعة. والناس برضو اللي متابعة العبس عارفة اللي زيكو ده صاحبه الصديق له، يعني المقرب له، وده اصلا واحد معاه في الكلاب. اتمنى انكم تكونوا فهمت الفيديو وتعرفوا العبس لعبه كله مونتاج مونتاج مونتاج، واي حاجة يعملها ايه مسافة الحاجات من ديت محدش يصدقها. فده كان فيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش بقى اللايك و3 اكسبلور والكومنت الحلو والفولو. ولو عايز تقدم على الكلام انا هنزل لك فيديو على القصه، يعني هحط لك فيها الشروط والكلام ده كله، عشان مش هينفع ارد على الخاص، عشان والله عندي رسائل على خاص كتيره خالص. فاتمنى كمان مره يعني ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنساش برضو اللايك والفولو. احنا باكد على اللايك والفولو عشان ما فيش اصلا حد بيعمل لايك. يعني الفيديو يجيب 100,000 مشاهده ويجيب 5000 لايك، حرام يا جدعان. وان شاء الله احنا راجعين بقوه، هنفضل مستمرين. ولو شكيت في اي لقطه يا ريت تعمل لي منشن وانا هطلع ارد عليك فيها. كان معاك حمودي بن سنفه، وسلام.